اقسم بالله انا حرفيا بقالي تقريبا حوالي نص ساعة انا بكلم نفسي. انا فاتح الكاميرا وما بصورش، قاعد بكلم نفسي وقلت كلام كتير وكله في الهوا. فانت لو بتشوفني دلوقتي فاعرف ان انا هعيد لك الكلام ده من اول وجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ وفيديو جديد. انا غايب طبعا، بقالي كتير غايب قوي عن القناة. مش قادر اقول لكم انتوا وحشتوني قد ايه، مش قادر اقول لكم انا يعني حياتي كانت عامله ايه الفتره اللي فاتت وانا ما بعملش فيديوهات. بقالي يوم غايب عن القناه كتير قوي. الاوفر اللي انا فيه ده، والله وحشتوني جدا. اخباركم ايه؟ انا زي ما قلت لكم قبل كده انا عايز اصلا اعمل موضوع ان انا فيديو كل يومين، بس انا لسه الفكره مش دايره قوي في دماغي، وحاسس ان الموضوع تقيل، وحاسس ان انا اتعودت ان انا يوميا اعمل فيديو، فمش عارف. بس مشكلتنا قله المحتوى والله. يلا يعني ما ودينا قاعدين مستنيين شحاتين جداد يطلعوا على التيك توك عشان ناخدهم محتوى لينا. المهم موضوع النهارده هيفاجئك في رايي انا في الشخصيه اللي انا مطلعها النهارده معايا في الفيديو، وهي ام جنى. وبالاخص ان انا عملت فيديو من فتره لام جنى ان المحتوى بتاعها ما بيعجبنيش، ولكن انا في كام نقطه مسكتها في الفيديو اللي فات دافعت عنها عن ام جنى. انا عايز اقول لكم ان في كام نقطه حببتني في ام جنى وفي محتواها الصراحه. طبعا الفتره الاخيره مع اللي كان بيحصل، وان هم لما قبضوا على ام ساجده وام مكه وام نعمه والناس دي كلها، فناس كتير قوي كانت طلعت طلبت ان هم يقبضوا على ام جنى، ناس كتير جدا. طب ايه السبب؟ ان من اين لك هذا، وعملت ملايين وعندها بتشتري شقق وكل الكلام ده. وانا طلعت الفيديو اللي فات برأتها قدامكم، قلت لكم يا جماعه بما اني انا شخص يوتيوبر، فانا بقول لك لما تطلع 24 ساعه لايفات، ويبقى عندك بدل القناه 3 على اليوتيوب، ويبقى عندك بدل الصفحه صفحتين على الفيسبوك، و24 ساعه فيديوهات ولايفات، قلت لكم ان الكلام ده بيكسب فلوس كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. ام جنى قنواتها مش صغيره وبتعمل فيو كويس، فشيء طبيعي ان هي تبقى معاها الفلوس دي كلها. ولكن انا كان مشكلتي مع ام جنى، والنقطه اللي انا هاجمتها فيها الفيديو اللي فات، هو المحتوى بتاعها. وصراحه ربنا انا بقالي فتره ما بقتش اشوف المحتوى ده. يعني انا راقبتها شويه كده وقعدت متابعها فتره، بس لقيتها ما بقتش بتعمل المحتوى اللي كانت بتعمله زمان، اللي هو كانت تطلع تاكل بشراهه قدام الكاميرا، واللي كانت تطلع تاكل بشكل مش كويس قدام الكاميرا. فكل الكلام ده انا ما بقتش اشوفه دلوقتي. خلينا بس نمسك نقطه نقطه عشان ما نتوهش من بعض. انا فاتحه القناه والصفحه من 2019 او 2018 باين والله. اول ما بدات على اليوتيوب كنتش ببطل. انا كنت بصوا يعني جبتها من تحت، ولغايه السنه اللي فاتت كنت قاعده في الشقه اللي هي فوق السطح، اللي هي كانت اوضتين وصاله. مستكترين عليا ايه؟ انا كنت بشيلها من بق عيالي كده واحط القرش على القرش لغايه ما ربنا كرمني. 8 سنين من 2019. وده اللي انا لسه كنت بتكلم فيه، ان هي بقالها 8 سنين بتفتح لايفات وبتعمل فيديوهات، فالكلام ده طبيعي جدا يخلي معاها فلوس، وطبيعي ان هي تشتري شقق. اليوتيوب يا جماعه بيكسب. انا ما بتكلمش على الفيسبوك، الفيسبوك ممكن يكون ضعيف نسبيا يعني، ولكن اليوتيوب ارباحه كويسه جدا. اي منشئ محتوى ناجح على اليوتيوب بيكسب كويس وبيعيش كويس. ولكن اليوتيوب هو من اصعب المنصات اللي ممكن تنجح عليها. فواحده زي ام جنى قدرت ان هي تنجح على اليوتيوب خلاص، فده شيء طبيعي. فمحدش يقول غسيل اموال، او ان هي بتاخد او بتمشي غلط او بتعمل الكلام ده، مفيش منه. انا للمره التانيه برجع ابرأ ام جنى. المميزات بقى اللي في ام جنى اللي خلتني انا طالع اعمل الفيديو ده واقول ايه الحاجات اللي حببتني في ام جنى، حاجه منهم مثلا على سبيل المثال القناه دي. بما انها قناه روتين، الست دي انا بقالي فتره كبيره بتابعها بس علشان اشوف سلوكها ايه قدام الكاميرا، او هي بتتصرف ازاي او بتتعامل ازاي. من مميزاتها ان هي عندها احترام كبير لنفسها ولاهلها وللناس اللي بتتفرج عليها قدام الكاميرا. يعني انا عمري ما شفتها بلبس ضيق، عمري ما شفتها بتعمل ايحاءات او بتلف قدام الكاميرا بشكل مش كويس او بتوطي او كل الكلام ده. فعمري ما شفتها مثلا شويه شعر بره وشويه شعر جوه. الحجاب حجاب للامانه. مثلا عندك واحده زي نعمه ام ابراهيم، اخر فتره بغض النظر عن محتواها القذر اللي كانت بتعمله، لكن هي اخر فتره كانت بتتجاوز، وما كنتش تعرف نعمه ام ابراهيم دي هل هي واحده محجبه ولا واحده من غير حجاب، ولا هي بتعمل ايه، هل هي بتلبس نص كم ولا بتلبس كم. ما تعرفلهاش اي حاجه. حتى وصل بيها الحال ان لما كانت بتفتح لايف، كانت بتفتح لايف وهي نايمه
نوم كامل على السرير. احنا شفنا الكلام ده في لايفات كتير مع عيالها. فطبعا التجاوزات دي كلها انا ما شفتهاش في ام جنى على سبيل المثال، فدي نقطه خلتني احترمها جدا. ايه النقطه التانية اللي خلتني احترم ام جنى جدا؟ تعاملها مع اسرتها. لما تشوف ام جنى تلاقي ام جنى بتحب عيالها جدا على فكره. وعلى فكره مازن جوزها في ما بينهم علاقه، انا على فكره ضد مازن في حاجات كتير، ومازن انا عندي شويه كومنتات عليه مش حلوه، ولكن خلينا انا همسك الجزئيه دي بس الحلوه اللي انا بتكلم فيها. مازن وام جنى بحسهم كده اصحاب قريبين جدا من بعض. مازن برضو شخص بيحبها ومش وحش معاها، ما كانش بالسوء اللي انا كنت متخيله بيه صراحه، لان انا كنت برضو بشوفه بصوره كده ما كانتش كويسه شويه. ولكن انا لما شفت علاقتهم ببعض، خروجاتهم مع بعض، قعدتهم مع بعض، بحسهم اتنين صحاب مش اتنين متجوزين عادي. علاقتها باولادها بحسها بتحب اولادها جدا. ومن الحاجات المهمه جدا اللي انا شفتها في ام جنى وحبيتها عمل الخير اللي هي بتعمله. صراحه انا بشوف الست دي كل فتره تعمل كميات اكل كبيره جدا علشان خاطر توزعها على الناس الغلابه او الناس المحتاجين. مش النقطة دي بقى اللي أنا حبيتها في أم جنى في الجزئية دي، هي بتعمل أكل، بتعمل للمحتاجين، وبشوفها بتجمع أطباق كتير من كميات أكل كبيرة جدا. ولكن الحلو فيها ما بتعملش زي بعض الناس وتنزل تاخد اللقطة وتصور وهي بتدي لفلان في إيديه الأكل، لأ انا ما بشوفش بتعمل كده. هي بس تصور لك بتقول يا جماعه احنا النهارده مثلا طلعنا وجبات قد كده وعملنا قد كده، لكن اللي بعد ده انت ما بتشوفوش ولا انا بشوفه. فصراحه دي نقطه انا احترمتها جدا فيها. نيجي بقى للحاجات اللي انا ما كنتش بحبها في ام جنى، زي المحتوى اللي كانت بتقدمه، وده يا جماعه كان زمان وانا شفته وانا راقبتها فتره طويله، لقيتها ان هي ما بتقدمش المحتوى ده تاني. يعني مثلا زي طريقه الاكل دي مثلا اللي كانت بتاكلها قدام الكاميرا. بس يا مازن انا عظمي فين؟ انا مش عارفه الفراخ بتاعتي راحت فين. انا ما اعرفش. يا بطني يا بطني. طبق الرز خلص كده ورفض في اكل. انا حاسه ان الرز بتاعه خلص. يعني فيديو زي ده مثلا انا بشوف ان في نوع من الاهانه لنعمه ربنا. يعني كون ان احنا نبعتر الاكل بالمنظر ده ونستخف بيه بالطريقه دي حاجه ما كانتش حلوه. عندك مثلا فيديو زي ده برضو. يا نهار اخضر يا ام جنى. خلصت الصينيه يا ام جنى وداخله على الصينيه الثانيه يا ام جنى. يا ام جنى اللي انت عاملاه ده يا ام جنى. يا ام جنى. يا ام جنى اللي انت عاملاه ده يا ام جنى. كانت الصينيه الاول هنا وداخله على الصينيه الثانيه يا ام جنى. انا خايف عليك. طريقة الأكل اللي كان فيها شراهة، احنا بنعلم الناس ان انتوا تطلعوا كلوا بأي كمية وبأي شكل. هي نفسها اتضرت من القصة دي على فكرة، ولجأت في النهاية ان هي تعمل عملية تكميم، لان هي خلاص وصلت لمرحلة بقى الأكل بقى يعمل لها أضرار. فاحنا كنا بنعلم الناس شيء غلط. فيا أم جنى أنا بعلم من مكاني ده ان والله بحب المحتوى بتاعك. سبحان مغير الأحوال، شيء غريب والله. في ناس كتير مش هيعجبها الكلام اللي أنا بقوله ده. المهم نخش مع بعض في الموضوع التاني بتاع الفيديو، وهو يا صاحبي علي رؤوف. علي رؤوف يا جماعة فنان من الفنانين اللي مهدورين حقهم بشكل كبير. بس اللي ما يعرفش الراجل ده خلينا اعرفه عليه. علي رؤوف فنان بيغني من زمان جدا، وموزع وملحن، موزع موسيقي. اللي مش فاهم يعني ايه موزع موسيقي، يعني عشان بس الناس اللي مش عارفه مزيكا مش فاهمه يعني ايه موزع دي. الراجل ده فنان شامل زي ما بيقولوا، وبيعمل فن وبيقدم فن كتير، ومن زمان جدا انا بسمعه. ولكن للاسف احنا عشان عايشين في عصر التفاهه، فما فيش حاجه من الحاجات الحلوه بتنجح، ولا حد بيعرف عنها حاجه. اول ما بيعمل حاجه فيها تفاهه بتنجح مع الناس. ده حال اغلب الناس اللي بيشتغلوا في المجال الفني على فكره. فعلي فنان شاطر وعنده لازمات حلوه،
ودمه خفيف وعنده قبول، فالحاجات دي كلها فيه. فلما عمل انا بشحت بالجيتار هو ما كانش يقصد كل الضجه اللي حصلت ولا يعرف اصلا. فهو نزل وكان معاه واحد صاحبه قال له صورني، وهوب جاله الارتجال واشتغل على كده وانا بشحت بالجيتار. تاني يوم لقينا الدنيا مقلوبه عليه. حتى من فتره كان بيعمل حاجه وكان بيشعب الاغاني اللي هي الرومانسيه، كان بيعملها شعبي على طريقه الافراح الشعبيه، منهم مثلا اغنيه زي بتاعه ناسيني ليه بتاعه تامر حسني. فلما عمل ناسيني ليه عملها بطريقه مش طبيعيه، هو كان اللي ابتدع الموضوع ده وعملها في ناسيني ليه، وكان عملها في اغاني لتامر عاشور. حتى لما عمل ناسيني ليه طلع واحد من اللي بيغنوا على التيك توك فنسب الموضوع لنفسه. فلما تامر حتى اكتشف الموضوع وشاف الفيديو، شاف الفيديو بتاع المطرب اللي نسب الموضوع لنفسه من بعد علي. طبعا ده كان في ظلم كبير لعلي، لان القصه اصلا بدايتها واختراعها كانت مع علي، وتامر ساعتها جاب الراجل وطلعه في حفله، والراجل اللي هو عمل ناسيني ليه اللي هو نسب الموضوع لنفسه، والقصه عدت على كده وانتهت، وما كانش حد يعرف ان علي اللي عمل الموضوع ده. ولكن يشاء ربنا النهارده ان تامر يطلع يعمل فيديو باغنيه انا بشحت بالجيتار. ما تسمعنا حاجه بقى عالمي. وانا بشحت يا علوه ما تستهونش بالحاجات العسل دي، تليفوني رن كانت كده. انت سمعت تامر قال لك ايه؟ قال له يا علوه ما تستهونش بالحاجات العسل دي، تليفوني رن كانت كده. فعلي دي رساله من تامر حسني بس مبطنه، هو ما ينفعش يقولها لك كده على الملأ، بيقول لك يعني فيما معناه كمل في السكه دي شويه واعمل حاجات في اللون ده شويه، علشان خاطر انت عارف ان الناس النهارده ما بتحبش حبيبي وبحبك والرومانسيه والكلام ده، النهارده ما بياكلش عيش. وانت قايل في الغنوه اصلا شهره ايه؟ ما فيش فلوس، ما بتجيبش فلوس حبيبتي وجرحتني وتعبتني. امتى تجيب فلوس؟ لما اسمك بقى ينور ويتعرف جدا مع الناس. فانا بقول لعلي رؤوف انت من الناس اللي تستحق صراحه الشهره، تستحق النجاح، لانك فنان. ان شاء الله يا علي باذن الله توصل لاكتر ما تتمنى. وبس يا شباب، وصلنا لاخر الفيديو، ولو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، وان شاء الله مش هطول، ممكن بكره انزل فيديو، ممكن بعد انزل فيديو، محدش عارف، على حسب الدنيا ماشيه ازاي. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.